السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم قناة نكهات بغدادية. وصفتنا لهذا اليوم هي خلية النحل بطريقة كلش سهلة وسريعة، وأكيد حتضبط عندك من أول مرة. استخدمت كوب مي، ملعقة كبيرة خميرة، راح أضيف عليهم 3 ملعقات كبيرة سكر وأخلطهم خلطة سريعة، وأخليهم تقريبا 10 دقائق لحد ما أحضر بقية المكونات. راح أضيف لها بعد ملعقة كبيرة زيت، وأخليها لحد ما تختمر عندي. ولما اختمرت بعد 10 دقائق راح أضيف الطحين. استخدمت 3 كوب طحين، نخلطهم، تقدرون تنخلوهم أكثر من مرة، بس أهم شي إنه تنخلوا. راح أبدي أخلط بالملعقة، بعدين أبدي أستخدم إيدي للعجن. ملعقة كبيرة ملح، وبعد انتي حسب عندك، إذا صارت العجينة ثخينة أو ثقيلة فضيفي لها مي، تقدرين تضيفي لها لبن بعد أحسن ينطيها هشاشة، أو تقدرين إذا كانت خفيفة عجينتك تضيفي لها طحين. أنا هنا صارت عندي ثقيلة فراح أضيف عليها لبن تقريبا ربع كوب. من وصلت لهالمرحلة بعد راح أستخدم إيدي وأبلل إيدي بالمي أو يقدرون بالزيت حتى ما تلزق بها العجينة. أعجنها كل زين، أجانس كل المكونات مع بعض. أنا خليت لكم كل مراحل العجن حتى أخاف أكو وحدة مبتدئة ما تعرف فتتعلمها. حاولوا كل شوية تبللون ايدكم مي أو زيت حتى ما تلزقتكم العجينة، أو حتى تبدأ تتجانس على الأقل. ولما كملت عجن راح أضيف لها ملعقتين كبار زبد، وأبدي أعجنها ويا الزبد كل زين. هالخطوة كلش ضرورية تنطي هشاشة خلية النحل. ولما أكمل العجينة راح أغطيها وأبقيها تقريبا ساعة ونص لحد ما تخمر، وراها أبدي أستعملها. هسه هنا كملت عجن، راح أغطيها أبقيها بمكان دافئ فد ساعة ونص وأرجع أستعملها. طبعا بحسب تختلف على حسب انتي شنو يعجبكم، تريدون جبن موزاريلا وكرافيس أو جبن مثلثات أو أي نوع جبن انتو تحبوه. تقدرون كيكو، أنا هنا راح أحشيها كيكو. بالبايركس خليت فيه زيت وراح أبدي أتناقله كل زين حتى ما تلزق عندنا العجينة. بالنسبة للعجينة راح أبدي أقطعها بدوائر صغار،
وأحشيهم وأصفطهم على شكل خلية النحال بالبايركس. تقدروا هنا تغسلون يدكم بمي أو بزيت تبلوها. هسه راح أبقيها حتى تنفش تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة لحد ما يكبر أدنى حجمهم، وراها أبدي أخليهم بالفرن. هذه ورا 10 دقايق راح أبدي أخلي عليهم. هنا أنا خليت حليب وقهوة، راح أبدي أدهنهم من فوق. راح أبدي أضيف السمسم وحبة البركة. هسه صارت عندنا جاهزة، نخليها بالفرن تستغرق تقريبا نص ساعة تستوي من جوا، بعدين نحمرها من فوق على درجة حرارة 180.